تعرف مدرسة مظلوم؟ طيب تعرف مبنى الناظر؟ لو ما سمعتش عن كل دول يبقى ما تعرفش مين هو الأستاذ ناصر الفيوم اللي كان بيجيب الطلاب بتاعته الساعة 12 بالليل على أساس إنه بيسرب الامتحانات، لكن في الأصل بقى هو كان بيدفن الطلاب دي أحياء ورا المبنى. عزيزي المرعب، قصة النهاردة كانت من أرعب الأماكن اللي دخلتها وخرجت منها بأعجوبة، عشان كده عايزك تركز معايا وتسمع كل كلمة بقولها. وقبل أي حاجة ما تنساش تعمل لايك وتلبس سماعتك وتروح مكان هادي، بس اوعى تطفي النور، وده لمصلحتك على فكرة. يلا بينا. يوم الخميس على الساعة 11 بالليل جالي اتصال من صاحبي عبد الله، كان بيقول لي فيه إنه وصل بالعربية بتاعته تحت البيت مستنيني عشان أنزل له ونروح القهوة. بس قبل ما أنزل من باب الشقة سمعت صوت ضحك عالي جاي من غرفة أخويا إياد، ولما اتجهت ناحيته وخبطت دخلت الغرفة لقيته بيجهز نفسه عشان ينزل هو وصحابه. كانوا متجمعين ونازلين الدرس في وقت اتأخر جدا. استغربت من الميعاد الدرس وقلت له: درس ايه يا ابني اللي نازلينه في اخر الليل كده؟ قول بقى ان انت نازل حجز كورة وبتخلع من ابوك والامتحانات اللي عندك. فجأة بصلي وقال لي: عندنا درس مع استاذ ناصر الفيومي، هي دي المواعيد بتاعت الدروس بتاعته، بتبقى بالليل بسبب انه بيقول على اللي بيجي في الامتحان بالظبط. رديت عليه وقلت له: وابوك عارف بقى انك نازل درس دلوقتي؟ لا لا لا، اوعى تقوله، انا نازل من وراه ومن قبل ما يجي كمان. بصيت ليه ولاصحابه وضحكت وقلت له: ماشي يا عم، ربنا معاكوا يا شباب. قلت الجملة دي وقفلت باب الأوضة ونزلت وأنا مش مطمن لحوار الدرس ده خالص. عندي إحساس إن أخويا بيزوغ وراح يلعب بس بيضحك عليا. نزلت من الشقة لصاحب عبد الله اللي مستنيني تحت البيت، وركبت العربية معاه ورحنا نجيب واحد صاحبنا تاني، وبدأنا نفكر نسهر على القهوة بتاعتنا ولا نغير الروتين بتاع كل أسبوع. وفي وسط الاختيارات الكتير دي طلع واحد صاحبي اسمه فاروق، قال إنه يعرف قهوة في منطقة هادية بعيد عن الدوشة، وبما إننا كلنا بنحب العزلة ومنحبش الدوشة خالص وافقنا على اختياره. بعد وصف كتير لصاحبنا عبد الله اللي سايق العربية وصلنا أخيرا قدام القهوة، بس أنا متوقعتش خالص إنها تبقى بالهدوء ده، منعزلة تماما زي ما قال فاروق. يدوب قهوة وكام ترابيزة وكرسي، وكان عليها اتنين كبار بيشربوا شاي وشبه ميتين ومش حاسين بحاجة. نزلنا من العربية ونظرات صاحب القهوة كانت علينا، عينه مش عايزة تبعد عننا نهائي. كان مستغرب من وجودنا. قربنا من القهوة وطلبنا ترابيزة لوحدنا وقعدنا جنب سور محاوط مبنى فاضي وضلمة شبه مهجور. بعد ثواني قرب مننا محروس القهوجي اللي اتعرفنا على اسمه وبعدين وقال لنا: تشربوا يا رجالة؟ كل واحد فينا طلب اللي عايزه، وبعد 5 دقايق وصل محروس بالمشاريب وهو بيقول لنا: صوتكم العالي غلط هنا يا رجالة عشان حرمة الأموات. الضحكة اللي كانت على وشوشنا اختفت بسبب كلام محروس الغريب، وبعد ما الصمت سيطر علينا لقيت نفسي بقوله: أموات ايه واحنا في مقابر؟ بصلي محروس وهو بينزل المشاريب وقال لي: ايه يا أستاذ، انت متعرفش السور اللي وراك ده يبقى بتاع ايه؟ بصيت له وانا مازلت بضحك وقلت له: لا معرفش، يا ريت تقول لنا، مع اني حاسس بنبرة صوتك انها تريقة، بس هقولك عشان تحذر وتخلي بالك منه. ده سور مدرسة مظلوم، والمبنى اللي وراكم ده يبقى مبنى الناظر. معرفش ليه محروس القهوجي كان بيقولها بصوت واطي جدا، وحركة ايده وجسمه حسيت انه بيقول سر ما ينفعش حد يسمعه. وانت موطي صوتك ليه يا عم انت؟ فضل يتلفت محروس حوالين نفسه وبعدين قال لنا: عشان ما يسمعنيش. ردينا له قلنا له: هو مين ده؟ في اللحظة دي حب صاحبنا فاروق يرمي افيه وقال له: اكيد الناظر يا عم مصطفى. كلنا ضحكنا على كلمة فاروق، بس الا محروس اللي صمم يراقبنا بتصرفاته الغريبة دي. بعد ثواني لقيت محروس بيسحب كرسي وبيقول لنا: باين عليكم ما تعرفوش اللي بيحصل في مدرسة مظلوم. لا ما نعرفش ومش عايزين نعرف كمان، قالها عبد الله اللي بدأ يزهق من محروس وطريقة معاملته معانا واللي بيحاول يخوفنا بدون سبب. فجأة محروس أمن على الكرسي تاني وقال لنا: خلاص ملكمش نصيب تعرفوا الأستاذ ناصر الفيومي. في اللحظة دي أنا اتخضيت، لأن الاسم ده مش غريب عليا خالص. أنا متأكد إني سمعته قبل كده، سمعته قريب كمان.
وبعد شوية من عصر مخي افتكرت الاسم ده نفس الاسم اللي قال عليه إياد أخويا اللي كان رايح الدرس بتاعه من شوية. قبل ما محروس يقوم من على الكرسي ويسيبنا ويمشي بسبب إن عبد الله حرجه، ندهت عليه وقلتله: استنى يا محروس، هو هو مين ناصر الفيومي ده؟ بصلي محروس وهو مش عايز يرد عليا وقال لي: ما صاحبك مش عايز يعرفه يا بيه، معلش اقعد بس وقولي هو مين، وخايف تعلي صوتك بسببه ليه؟ اصل في كلام من صاحب القهوة بيقول انه لسه عايش وقاعد جوه المدرسة مش بيتحرك، لكن الشباب هي اللي بتدخله ومش بتخرج تاني. يا عم كفاية الغاز بقى وقول لنا بسرعة مين ناصر زفتي ده؟ صوتي كان عالي شوية وده خلى صاحب القهوة يبص علينا بعينه الكبيرة، نظرات مش مفهومة. والغريب بقى ان لما قلت كده المبنى المهجور اللي ورايا ده، الدور الاخير اللي فيه الاضاءة اشتغلت من تلقاء نفسها ومعرفش السبب. اول ما اشتغلت لقيت محروس بيقول: اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم، اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. مسكته من ايده وانا بقول له: ايه ده يا محروس، ايه ده مالك بتتراش كده ليه؟ دي اكيد لمبة كانت معلقة ولا حاجة واشتغلت، مش حاجة يعني. لمبة ايه يا استاذ، لمبة ايه؟ مش قلتلك انت مش عارف حاجة؟ دي مصيبة وحلت علينا، احنا لازم نقفل القهوة ونمشي من هنا حالا. محروس كان بيقولها وفي عينه فعلا الرعب، كان خايف من حاجة احنا مش عارفين هي ايه. استغربت من طريقة كلامه وقلت له: في ايه يا ابني، انت مرعوب ليه كده؟ كل ده عشان شوية نور اشتغلوا في المبنى المهجور ده؟ محروس ما ردش عليا ولا كان باصص اصلا علينا، عينه كلها كانت مبرقة على المبنى اللي اللمبة اشتغلت فيه. بس باين كده مش محروس بس اللي عينه وجسمه متخشبين على اللي حصل في المبنى، ده المعلم كمان صاحب القهوة هو كمان نفس المنظر مثبته. لكن الاتنين الكبار اللي كانوا قاعدين بيشربوا شاي دول قاموا مفزوعين من مكانهم، قاموا هربوا وجريوا من القهوة بطريقة غريبة. استغربنا احنا التلاتة ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. بس لقينا فجأة المعلم بيقول: يلا ياض يا محروس، يلا ياض لم العدة، احنا ملناش قاعدة هنا. قالها المعلم وهو مركز على نفس المبنى والرعب خارج من عينيه. انا وعبد الله وفروم ما كناش فاهمين حاجة، ومش عارفين الناس دي بتعمل كده ليه، ولا الناس دي خايفة من ايه اصلا، وخايفة ليه من المدرسة والمبنى ده، ومين ده ناصر الفيوم اللي عمالين يقولوا عليه ناصر. في اللحظة دي افتكرت اسم ناصر واخويا اياد اللي قاله، افتكرت كلام اخويا اياد وانه رايح له درس النهارده. فجأة اتحرك محروس من مكانه وهو بيشيل الشاي اللي ملحقناش نشربه وبيدخل بيه القهوة وبيطلب مننا نمشي من المكان حالا. جريت وراه ومسكت في ايده وقلت له: انت مش هتمشي من هنا، مش هتمشي غير لما تقولي مين ناصر ده، مين ناصر ده يا محروس. قلتها وانا مش عايز اسيب ايد محروس ابدا. الموضوع بقى مقلق واكيد الناس دي مش بتخاف من فراغ، انا لازم افهم فيه ايه اللي بيحصل هنا، ايه اللي بيحصل في المبنى ده وخايفين منه ليه كده. صحابي كانوا مستغربين ان انا بعمل كده، بس ما كانش في وقت اقول لهم انا عايز اعرف ايه او عايز اعرف ليه اصلا. زق ايدي محروس وقال لي: اهربوا يا رجاله، لانه باين كده راجع تاني، اهربوا وابوس ايديكم. قالها محروس وراح يكمل يدخل باقي العدة داخل القهوة. قفل هو والمعلم بتاعه وسابني حيران وخايف في نفس الوقت ومش عارف اتصرف ازاي. الناحية التانية صحابي قرروا يركبوا العربية ويمشوا، قرروا يشوفوا قهوة تانية نقعد عليها ونكمل باقي السهر. إلا أنا فضلت واقف، وبعد ما قفل محروس والمعلم بتاعه ومشيت وراهم، أو مشيت بالأخص ورا محروس عشان أعرف منه مين ناصر. مشيت وراه ومسكت إيده تاني وقلتله: محروس، أنا عايزك تلحقني وعرفني اللي بيحصل جوه ده، لأن أخويا احتمال يكون ضحية. فجأة وقف محروس وعينه مبرة وقال لي: يا سنة سوخة، دي مصيبة وحلت على دماغك، الحق اخوك، الحقه قبل ما يدخل المدرسة دي، لان اللي بيدخلها مش بيخرج منها تاني يا بيه. الشرطة نفسها ما قدرتش على ناصر، محدش عارف هو انس ولا جن، راجل غريب يا بيه، بيظهر ويختفي وقت ما يحب، بيستدرج الطلبة لحد المبنى بتاعه وهناك بياخدهم ويدفنهم ورا المبنى. ما نعرفش هو بيعمل كده ليه، بس ده كل اللي اعرفه يا بيه، كل اللي اعرفه من اخر حادثة عملها لشلة شباب.
الحق اخوك يا بيه قبل فوات الاوان. سمعت كلام محروس وانا الدم نشف في عروقي، جسمي كله بقى ساقع وقلقان على اياد اللي قال لي انه كان رايح يلعب. كنت بدعي ربنا انه يكون بيضحك عليا فعلا وراح يلعب. طلعت موبايلي ورنيت عليه، بس لقيت موبايله مقفول. معقولة يكون لحق يدخل جوه؟ مشي محروس من قدامي وجري، وانا رجعت على اصحابي اللي كانوا مستنيني في العربية. واول ما وصلت عندهم قالولي: ايه يا ابني رحت فين؟ يلا اركب عشان هنروح قهوة تاني. لا يا عبد الله، انا لازم ادخل المدرسة دي. عبد الله بص لي باستغراب وقال لي: ايه انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ مش شايف الناس دي بتقول عليها ايه؟ ما كنتش عارف ارد على عبد الله واقول له ايه، وقلت له: اخويا ممكن يكون دخل جوه، لازم اتاكد لازم. ما كانوش فاهمين اخويا ممكن يخش مكان زي ده ليه، وقالوا لي: وانت اخوك ايه اللي يعرفه من المدرسه دي اصلا يا ابني؟ في ايه مالك؟ بصيت لي فاروق وعبد الله وانا بتهتي في الكلام وقلت له: قال لي انه رايح هو واصحابه عند مدرس اسمه نصر الفيوم، وده نفس الاسم اللي قاله محروس. والمصيبه الاكبر برن عليه موبايله مقفول. فجاه قال لي عبد الله: طيب اهدى واصبر، احنا جايين معاك. وقف عبد الله العربيه بتاعته ونزل منها هو وفاروق، اتجهنا ناحيه السور. فضلنا ماشيين مع السور لحد ما وصلنا لبوابة حديد مقفولة بكذا قفل، بس كانت صعبة علينا احنا نفتحها. في نفس الوقت قلت: هو ازاي اخويا قدر يدخل المكان زي ده وهي مقفولة كده؟ قررنا احنا التلاتة نطلع من عليها وننط، وبما ان المنطقة كانت فاضية ومفيش حد شايفنا، كانش حد يسألنا احنا بنعمل ايه اصلا. نطيت انا وبعديها عبد الله وبعديها فاروق. اول ما دخلنا المكان شغلنا كشافات الموبايل، وانا في نفس الوقت كنت عمال اتصل على اياد. كان عندي امل انه يرد، هو الموبايل بتاعه يتفتح، بس هو موبايله فضل مقفول. بدأت اخد كذا خطوة لقدام انا واصحابي، وبدأنا نشوف معالم المدرسة اللي كانت مهجورة. دي مهجورة وينفع يتمثل فيها فيلم رعب. من ساعة ما دخلنا المكان ده وكان فيه قطة سودا واقفة مش بتتحرك، متابعة حركتنا وهي واقفة ثابتة. والمدرسة ريحتها غريبة عكس ما كنا بره خالص. بس معرفش ليه اول ما دخلت المكان ده حسيت بشعور غريب. اول ما بقيت جواها تجاهلت القطة والشعور اللي حاسس بيه ده، وبدأت ادور انا واصحابي على المبنى اللي قال عليه محروس، مبنى الناظر. معرفش هكون مبالغ في كلامي ولا لأ، بس انا من ساعة ما دخلت وانا خايف اتقدم اي خطوة داخل المدرسة دي. تفاصيل الحيطان المتقشرة وكان فيها علامات صوابع بالدم مرعباني. شكل الشبابيك المتكسرة والأبواب اللي الهوا بيحركها، كل ده حاجات مخيفة. عقلي كان بيحاول يثبتلي إن كل ده عادي، بس أنا خايف. كنا ماشيين وأكتافنا لازقة في بعضيها تحسبا من أي حاجة تحصل. فضلنا على هذا الحال بنتلفت حوالين نفسنا بسبب الأصوات اللي بنسمعها. ولما يئست إن إياد يرد على موبايله بدأت أنده عليه، بس طبعا مستحيل يرد. بس حصلت حاجة تانية أغرب من إنه يرد عليا. لقيت إضاءة جاية من مبنى بعيد عن البوابة بتاعة المدرسة، واستنتجت إن ده المبنى الناظر اللي قال عليه محروس. اتجهت ناحية المبنى اللي الإضاءة اشتغلت فيه، وظهر عندها شخص بس مش باين تفاصيل وشه، كل اللي شايفه جسمه الأسود فقط. حاولت أشاور على أمل إنه ينطق كلمة، بس للأسف مفيش حاجة. شخص ثابت مكانه ومش عايز يعمل اي حركة ولا حتى يقول اي حرف. في نفس الوقت ده بصيت لي فاروق وعبد الله وقلت له: هو ماله الراجل ده مش عايز يرد علينا ليه؟ بص لي فاروق وقال لي: بصراحة يا مصطفى انا عايز الف وارجع تاني. مستحيل اخوك يكون دخل هنا اصلا، وافرض دخل يا فاروق هندم ساعتها اني ما قدرتش الحقه. انت ما سمعتش كلام محروس؟ ما سمعتش كلامه قال ايه عن المكان ده؟ يا عم انت مصدق محروس؟ احنا لسه عارفينه من ساعة. وفجأة سكت فاروق وتنح بنظرته على الدور اللي كان واقف فيه الراجل ده. ولما سألته: انت مالك يا ابني، في ايه متنح في ايه؟ لقيته رفع ايده وبيقول لي: هو الراجل راح فين؟ بصينا انا وعبد الله على المكان اللي كان واقف فيه الشخص ده، ولقيت عبد الله بيقول: ده شكله دخل يكمل الدرس للطلبة اللي معاه.
مش انت بتقول ان اخوك جاي هنا عشان درس برضه يا مصطفى؟ قالها عبد الله وانا شايف ايده بتترعش. بعدين قلت له وانا خايف زيهم. اه جاي عشان الدرس، تعالى نطلع ونتأكد. طلعنا احنا التلاتة ودخلنا من المبنى، وانا متأكد ان احنا التلاتة الرعب بيجري في دمنا، خايفين بسبب الحاجات اللي شفناها على الحيطان. كانت كلها تواريخ قديمة وجنبها كلام شبه طلاسم، حروف متقطعة وكلمات كانت غريبة، كلمات شبه الموت، الحياة، الآخرة. وغير كده بقى كان في أسهم كانت مرسومة على اتجاه الطلوع لفوق. فضلنا نطلع على السلالم وكنت أنا أول واحد فيهم، والباقي كان ورايا. وأنا في الدور التاني حسيت بحد بيخبط على كتفي وساعتها وقفت ورايا وبصيت، لقيت عبد الله اللي ورايا وقلت له عايز ايه يا ابني؟ رد عليا باستغراب وهو بيقول لي هو انا كلمتك؟ يا عم ما تلفش تاني كده، رعبتني. بصراحة افتكرت ان حد فيهم بيعمل مقلب، وكملت طلوع على السلم لحد ما وصلنا الدور الاخير، الدور اللي كان جاي منه الضوء، واللي في نفس الوقت سمعنا فيه صوت جاي من الفصل او من الغرف اللي موجودة. معرفش ازاي سمعت صوت اخويا وقلت لعبد الله وفاروق ده صوت اخويا، تعالوا بسرعة. اتجهت ناحية الفصل ده وزقيت الباب، ولقيت منظر قدامي غريب. لقيت فصل قديم وترابيزة قاعد عليها واحد تحسه عايش بقاله كتير، هدومه كانت مقطعة والشنطة الجلدي بتاعته فات عليها سنين. بس انا اطمنت لما لقيت اخويا قاعد قدامه. لفيت وشي لعبد الله وقلت له شفت يا عم عبد الله؟ شفت انت وفاروق؟ اهو اخويا طلع هنا، كان زماني سمعت كلامكم وسبته ومشيت. لفيت وشي تاني لإياد وانا بقول له ايه يا اياد، خلصت درسك ولا لسه؟ معرفش ليه عبد الله وفاروق كانوا مستغربين من كلامي ومرعوبين في نفس الوقت من اللي انا بقوله. مسكنا عبد الله قبل ما ادخل الفصل ده وقال لي مصطفى انت في وعيك؟ الفصل فاضي اصلا، اخوك ايه اللي انت لقيته ده؟ اتغيرت ملامح وشي وانا بقوله فاضي؟ فاضي ازاي يا ابني؟ ما تبصش. اتصدمت لما لفيت راسي تاني داخل الفصل، لقيت كلام عبد الله صح فعلا، المكان فاضي والفصل ضلمة. الخشب كله كان متهالك ومتدمر، الحيطان كلها واقعة، شفت حشرات كتير قوي كان في الارض اللي كانت كلها تراب اصلا. بس ازاي انا لسه شايفه كان قاعد هنا دلوقتي؟ الجملة دي قلتها ليهم وانا مش قادر اصدق اللي عيني شايفاه. المكان مهجور ومحدش دخله من سنين فعلا. ملحقتش اكمل تفكير في اللي شفته ده وسمعنا حركة ورانا، وقبل ما نبص سمعت حد بيقول اهلا يا ابطال، انتوا طلاب الجداد؟ لما لفينا وشنا لقينا شخص واقف ورانا، شكله شبه المدرسين فعلا، جزمته ونضارته وشعره اللي على جنب، كل تفصيلة فيه كانت قديمة. نفس الشكل ده كنت لسه شايفه قاعد مع اياد اخويا دلوقتي. كنت فاكر نفسي ان انا بس اللي شايفه زي ما لسه حاصل معايا من شوية، بس اطمنت لما لقيت عبد الله بيقول له لا احنا مش طلاب جداد ولا حاجة، احنا بندور بس على اخو واحد صاحبنا، بندور عليه وهنمشي على طول. لقيت الشخص ده بص لعبد الله وقال له ماشيين على طول؟ قالها وهو بيهز راسه. كنتش مرتاح له نهائي، ولقيت نفسي بقول له هي المدرسة دي لسه في حد بيتعلم فيها؟ رد عليا الشخص الغريب ده بسرعة وقال لي لا اتقفلت من زمان بسبب. ملحقش يكمل جملته، سمعت رنة الموبايل بتاعي واللي كان المتصل اياد. اول ما شفت اسمه فرحت جدا وفتحت عليه وقلت له الو اياد، انت فين؟ برن عليك يا ابني بقالي ساعة، انت فين؟ رد عليا وهو بينهج وبيقول لي معلش يا مصطفى، انا قلت هتعرف لما تلاقي موبايلي مقفول، انا لسه مخلص حجز كورة، بس اوعى تجيب سيرة لحد بقى ها. اتعصبت عليه وقلت له يا اخي حرام عليك، قلقتني ودمي نشف بسبب. طب يلا روح وانا جايلك. حاضر يا مصطفى حاضر. قفلت مع اياد بعد ما اطمنت عليه اخيرا، وبعدها قلت لاصحابي الحمد لله يا جدعان اياد طلع بيلعب كورة، يلا احنا نخرج من هنا بقى، ومتشكرين جدا يا استاذ. هو حضرتك اسمك ايه؟ فجأة الشخص ده رفع راسه لينا وقال لنا
أنا أستاذ ناصر الفيومي، صاحب مدرسة مظلوم، ويشوفني أقول لك يا مصطفى إن مفيش خروج من هنا. بلعت ريقي وارتبكت شوية ولساني وقف عن الكلام، بس لقيت عبد الله ضحك وقال له ليه ميعاد المروح ما ضربش ولا ايه؟ كلام عبد الله كان تقيل على أستاذ ناصر. ناصر اللي أنا أعرف حقيقته واللي قالوا عليه محروس، قال لي إنه بيدفن طلابه خلف المبنى. الراجل مجنون ومهووس بالقتل، والمدرسة دي اتقفلت بسببه وبسبب إنه يتلذذ بدم البني آدمين. الراجل مريض نفسي والحكومة معرفتش تقبض عليه، واحنا ما ينفعش نبقى معاه هنا، معاه في مكان مهجور ولوحدنا، لأنه في أي لحظة ممكن يقتلنا. فجأة أستاذ ناصر ده سمع كلام عبد الله وابتسم ابتسامة مش مريحة خالص، حط ايده على كتف عبد الله وقال له اكتر حاجة كنت بكرهها في طلابي هي خفة الدم. ما قالش الجملة دي وسكت، لأ، مع آخر حرف فيها قبض بإيده الاتنين على رقبة عبد الله وزنق جسمه في الحيطة. حصل لنا حالة ذهول أنا وفاروق اللي مش عارفين نعمل ايه معاه. فضلنا نحاول نفك ايده من حوالين عبد الله بس معرفناش. كان جسمه غريب وقوي، جسمه كان ناشف بطريقة بشعة ولون جلده أبشع. حسيت إن بدأت ملامحه تتغير، نبرة صوته كمان اتغيرت. كل ده كان بيحصل وروح عبد الله قربت تطلع بسببه. حاولت أتصرف بسرعة وفاروق حاول يصرخ يمكن حد يسمعنا ويساعدنا، وده كان مستحيل يحصل. حاولت أدور على أي شيء موجود أضربه بيه ولقيت كرسي خشب، رفعته ونزلت بيه بكل قوتي على جسمي، ما أثرش فيه حاجة بس ساب رقبة عبد الله اللي كان على أعتاب الموت. فجأة لقيت نفسي ببصله وبزعق فيه وبقول له انت عايز مننا ايه؟ الجملة دي كنت بقولها وانا مرعوب منه، مرعوب من نظرته ليا ومرعوب اكتر بسبب اللي قاله. لقيته فجأة بصلي وقال لي انا عايز ارواحكم، عايز اجسادكم. قال الجملة دي ومن بعدها ضربوا فاروق بكرسي تاني كان موجود في نفس الدور. المرة دي بدأ يتوجع. في نفس اللحظة قدرنا نجري، خدت عبد الله وفاروق وجرينا. كنا نازلين على السلالم واحنا بنقع بسبب السرعة اللي كنا بنجري بيها، مش قادرين ناخد نفسنا بسبب اللي شفناه مع الراجل ده. راجل مش طبيعي. فضلنا نجري لحد ما وصلنا للدور الأرضي، وأول ما خرجنا من المدخل لقينا واحد مجهول بيرشدنا نجري منين. شاور بإيده على مكان ورا المبنى، ما نعرفش هو مين وما نعرفش سمعنا كلامه ليه، بس للأسف احنا اتجهنا ورا المبنى زي ما قال بدون تفكير. وللأسف برضو شفت مشهد عمري ما هنساه أبدا. شفت جثث في كل مكان، شفت ملابس لطلبة وجماجم بشرية وأكوام من القرف، أكوام في كل حتة وشكلها مقرف جدا. شفت كمان حفر كتير وأول مفتوحة، وكل حفرة مرمي فيها جثة اتحللت وتحولت لعظام. كل ده اللي عمله شخص واحد اسمه أستاذ ناصر الفيوم. فجأة بصلنا فاروق وقال لنا احنا ايه اللي جابنا هنا؟ قالها وهو بيترعش من الخوف. بصيت لفاروق وقلت له احنا لازم نمشي من الناحية التانية. قلتها وانا بشاور على ناحية البوابة، بس للأسف كان واقف ورانا ناصر اللي مش عايز يبعد عننا. فجأة فتح دراعاته لينا وقال لنا اهلا بيكم في بيتكم الجديد. كان متأكد انه هياخد اجسادنا زي اللي قبلنا، كان متأكد من انه هيعمل فينا نفس اللي عمله في الحفر، بس انا مستحيل اسيبه يعمل ده. كان عمال يقرب مننا واحنا كل اللي بنعمله بنرجع لورا. قربنا من الحفر اللي معمولة في الارض جدا، قربنا نقع فيها ويحصل اللي هو عايزه، قربنا نموت وتنتهي حياتنا. بس قبل ما ده يحصل لقيت صوت جاي من السور اللي ورا الحفر بالظبط، والصوت ده كان صوت محروس. بصيت لقيت محروس مادد ايده عشان يساعدنا ويلحقنا منه بسرعة. في نفس اللحظة دي قدر فاروق وعبد الله يجروا ناحية محروس
مسكوا في ايديه ورفعهم ليه، بس كله جري الا انا اللي ما قدرتش اعمل كده بسبب رجلي اللي نزلت في الحفرة. وقعت جنب جثة كلها عظام. كان مشهد كافي انه يسحب روحي من جسمي. اتأكدت ساعتها اني هروح وهبقى ضحية ان اصحابي تهرب من المكان الملعون ده. بس محروس بقى كان ليه رأي تاني. محروس طلع اجدع بكتير مما اتصور. معرفش جاب سلاح منين وقدر يضرب بيه على رجلي استاذ ناصر اللي فضل يصرخ كتير بسبب عدد الطلقات اللي دخلت رجله. بسبب الطلقات دي خلته يقع جنبي في نفس الحفرة. تخيل بقى تبقى واقع في مكان فيه جثة وشخص زي اللي اسمه ناصر ده حاول يطلعني محروس من الحفرة، بس ناصر كان بيعافر معاه لآخر لحظة. كان بيعافر انه ياخدني منهم ويخلص عليا. بعد محاولات كتير قدر ياخد موبايلي اللي وقع مني. بعديها خرجت من الحفرة هربت ونطيت من على السور انا ومحروس وخرجنا من بره المدرسة الملعونة دي. كنت بجري من بعد ما نطيت من على السور وانا بنهج بشكل غير طبيعي. حسيت ان الحياة ردت فيا تاني. جرينا ناحية العربية وركبنا كلنا ومشينا من المنطقة المرعبة دي، وطلعنا بعديها على الطريق بره. شكرنا محروس على اللي عمله معانا وطلب مننا ان ما نحكيش اي حاجة من اللي حصل. ما نحكيش لان محدش هيصدقنا اصلا، محدش هيقدر على اللي اسمه ناصر ده. من بعديها رجعت البيت وعرفتهم اني كنت في خناقة والموبايل وقع ومعرفش طريقه. بعد فترة طلعت خط جديد وجبت موبايل جديد، بس من ساعتها وناصر ده مش مبطل رن عليا. كان عمال يرن من الرقم بتاعي. معرفش جاب رقم الجديد منين، بس كل يوم بالليل بعد الساعة 12 كنت بسمع صوت خشن ومقرف. بس في يوم وأثناء وانا بصفح على النت شفت الموبايل اللي وقع مني في الحفرة معروض للبيع. مكان التسليم كان عند مدرسة مظلوم.